انا مستني بس يا عمر الناس تخش، ولسه مفيش حد دخل عامه غيرك، فان شاء الله هنتكلم مع بعض من بدايه المباراه الى نهايه المباراه. النادي الاهلي بادئ بدايه جيده، ثم بعد ذلك المصري مسك كوره. بعد ما مسك الكوره المصري ابتدى النادي الاهلي بيضيع هجمات غريبه عجيبه انا ما شفتهاش في حياتي. اقسم بجلال الله لو الثلاثي او الرباعي اللي قدام النادي الاهلي او اللي بيلعبوا قدام في الخط الامامي بيلعبوا كوره في الناشئين لا هيجيبوا جوان اكتر من كده. يعني كرة للشحات وكرة لشادي وكرة للشحات تاني وكرة لقفشه وكرة مش عارفه مين وايه يا جدعان. وحمدي فتحي في اخر دقيقه انت كنت بتجيبها حمدي من نص الملعب، ده انت كنت بتجيبها من على ال 18 راجل بدماغك. ايه الكوره دي بتاخدها من تحت لفوق؟ ايه ده يا جدعان؟ ده هو في ايه؟ هو النادي الاهلي ماله النهارده يا جدعان؟ وهنتكلم على التحكيم وعلى اللي احنا عملنا للتحكيم زي ما بيقولوا كده، ايه مشيناه زي ما هو عايز. التحكيم مشى المباراه واحنا اللي مشيناها له زي ما هو عاوز للاسف. الاهلي اولا بينهي هجماته بطريقه يعني زي ما قلنا كده، لو في اطفال بتلعب كوره لسه بتتعلم في الناشئين هتنهي الهجمات افضل من كده. برونو سافيو علامه استفهام كبيره قوي. لعيب حاسس انه بارد، جاي انا محترف وخلاص وبأدي مهمتي وهاخد زي ما بيقولوا كده ايه، هاخد مرتبي وخلاص. ما عندوش حمية الفلن، ما عندوش حمية النادي. وهو ده اللي انا بتكلم فيه يا جماعة. مش كل لعيب برازيلي بيبقى هو ده اللي هيفرق مع النادي الاهلي. مش هو ده خالص، مش بالمنظر ده، مش بالبرود ده. صل على محمد. احمد عبد صل القادر، اللهم على صل وسلم محمد. وبارك عليك يا صل سيدنا على رسول الله. محمد. احمد عبد القادر من ساعه ما نزل واحنا شمينا خطوره على المرمى. عمل جبهه جامده مع علي معلول، طلع علي معلول في اكتر من كوره، عمل كوره بالعرض، عمل كوره لشادي، عمل اسيست لشادي وشادي حطها له وحطها من الاخر كده. احمد عبد القادر لازم يلعب. برونو سافيو بقى يعني انت لازم تقعد معاه يا عم كولر، يعني تقول صل له ان على النادي محمد. الاهلي مش في صل حمل على ان هو محمد. صل يلعب على كوره بس لمسه ولعب. احنا عندنا لعيبه من دي كتير. بجمله بقى المليون دولار بتوعك دولت، لا معلش نبقى نطلع بقى واحد من الناشئين بيلعب كوره. ميسي النهارده نزل عمل كام لمسه حسينا بقى بخطوره. انت مقعده ليه؟ وملاعب الشحات، بتلعب الشحات بتاع ايه؟ الشحات ايه اللي ركبه بتخبط في بعضها ده يا عم كولر؟ نفسي افهم انت بتفكر ازاي. نفسي افهم. واحد زي مصطفى ميسي ينزل يغير لي فريق ابدا بيه يا عم من اول مباراه يا عم. عيل صغير لسه 22 سنه ملعب بيه من اول المباراه. ايه اللي فيها يا جماعه؟ هو احنا هنلاعب الناشئين دول امتى؟ دول مش ناشئين. الناشئين دول بيبقوا 16 17 سنه 18 سنه 19 سنه. ده بيبقى بيلعب في الدرجه الاولى في كل انديه العالم. الافارقه كلهم بيحترفوا من سن 17 و18 سنه. هنفضل نقول صغيرين امتى يا جماعه؟ مطلع لي زياد طارق وسايب الشحات. يعني مطلع زياد طارق اعاره اللي هو كان نجم مصر السنه اللي فاتت، في احسن واحد صاعد في الدوري المصري كناشئ، وملاعب حسين الشحات. يا فرحتي، يا فرحتي بحسين الشحات. الله اكبر عليه، احسن واحد بيجيله الكوره تضيع، احسن واحد النهارده الكوره بتيجي عنده تقف، احسن واحد النهارده بيجي يعمل اسيست يقع. الله اكبر عليك يا شحات، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر على فلوسك. نهدى كده مع بعض وهنبتدي نتكلم بقى. معلش انا اسف ان انا متنرفز لان انا بصراحه ماتش زي ده حرام نخسر، حرام نطلع تعادل. هو احنا كده خسرنا. انا بالنسبه لي التعادل النهارده ده خساره للنادي الاهلي، بغض النظر عن التحكيم والتعريض بتاع التحكيم والاخطاء بتاعت التحكيم وضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش والكره اللي بتاعت محمد شريف اللي داس على رجليه. واضحه تماما، واضحه تماما. مفيش فار عنده ضمير مع النادي الاهلي. مفيش فار في الدوري المصري عنده ضمير بقاله 3 سنين مع النادي الاهلي. الراجل دايس على رجل محمد شريف. يا عم ادينا فاول. وانت عينك فين يا عم وليد؟ ما بتشوفش؟ اعمى. زي ما اتفقنا النادي الاهلي كان يعني هجماته الى حد ما كانش فيها تركيز. مفيش تركيز مع النادي الاهلي في نهايه الهجمات. نهايه هجمات النادي الاهلي الشوط الاولاني والشوط الثاني مفيش تركيز تماما تماما. انا نفسي افهم اللعيبه دي بتتمرن على ايه. يعني انت كلاعب بتلعب في النادي الاهلي، حلمك بتلعب في النادي الاهلي وحلمك وتحقق. ايه اللي بعد حلمك لما يتحقق؟ طبيعي احافظ عليه. طب عشان احافظ عليه اعمل ايه؟ اتمرن كويس، انهي هجماتي صح، اتمرن اكتر حتى لو انا مش عارف انهي الهجمات
في التمرين صح، لازم اتمرن تاني واتمرن تاني واجيب كوتش يعلمني. مش عيب، مش عيب على فكره يعني. انتوا يا جماعه بتلعبوا في النادي الاهلي، هتروحوا ازاي تلعبوا في كاس العالم للانديه بالمنظر الخرا ده؟ ايه البيبي كروي اللي انتوا بتلعبوه ده؟ ايه ده؟ ايه ده نهايه الهجمات القرف ده؟ ابتدينا نشم خطوره من ساعه ما نزل ميسي واحمد عبد القادر. شادي حسين تحرك بيستلم بيعمل محطه. محمد شريف فين؟ محمد شريف هو انت ايه يا محمد شريف مالك؟ ايه اللي جرالك يا ابني؟ يا ابني لازم تقعد مع نفسك تعرف انت بتعمل ايه. اتفرج على المباريات بتاعتك، اتفرج على الفيديوهات. لازم يا جدعان اتمرنوا. مش عيب والله العظيم ان اجيب كوتش لايف. اقسم بالله العلي العظيم ما فيهاش مشكله اجيب كوتش لايف يشوفني انا، يهيئني نفسيا. انا مالي؟ هداف الدوري السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها؟ السنه اللي فاتت ما شفناكش والسنه دي ما شفناكش يا شريف. في ايه يا شريف؟ مالك؟ بتجيلك كنت بتجيب من نص فرصه جول. عماد متعب كان بيقول عليك محمد شريف خطير جدا، لو جات له 5 فرص بيجيب منهم 4. انت بقى بيجيلك 10 ما بتجيبش منهم واحده. لا يا جماعه لازم اللعيبه تقعد مع نفسها. لازم كولر يجتمع باللعيبه ويعرف في ايه بالظبط. لازم الناس دي تحس ان في من الاخر كده اللي يضيع يقعد. اللي يقعد يطلع بره ال 18، يطلع ناشئ يا عم يلعب. اللي عنده حمية التيشيرت ده هو اللي يلعب. احنا تعبنا بقى يا جماعه، مش هنقعد نجيب كل اخطائنا على التحكيم. ما انت تقدر تكسب 5 و6 و7 النهارده والتحكيم ضدك. ايه الفرص دي؟ ايه الفرص اللي بتضيع دي؟ ايه ده يا جماعه ده؟ حرام عليكم. يا نهار ابيض يا جماعه، يا نهار ابيض. ده انتوا محسسين احنا كنا ميسي بقى واحنا يعني انا وانا صغير، انا واصحابي اللي من جيل انا كنت كده ميسي بقى ورونالدو في بعض. ما انا باللي انا شايفه ده انتوا كده ما عندكوش فكره عن الكوره. عايز تعمل كده ده قبل ماتش الزمالك؟ عايز اعمل كده قبل ماتش الزمالك. انا ماتش الزمالك اللي جاي كمان ده يعني الزمالك اصلا وحش. الزمالك وحش لو هنتكلم صح كوره. الزمالك مش فايق السنه دي، ولا زيزو فايق، ولا لعيبه، ولا امام فايق، ولا عواد زي السنه اللي فاتت اللي هو مخلي الدوري راح للزمالك بسبب الهجمات اللي كانت بتيجي عليه السنه اللي فاتت، وكان بيصد كور من المحله ومن المقاولين ومن ده ومن ده. كان عواد سبب في ان هو يبقى كويس. عواد السنه دي مش كويس. زيزو السنه دي مش هو زيزو. امام السنه دي مش هو امام. شيكا طبعا الله يرحمه كمان كبر خلاص في السن وبقى خلاص يعني. كتر خيره انه بينزل يعرف يباصي ولا يشوط شوطه. تمام. الزمالك علامه استفهام. انت هتلعب مع الزمالك هيبقى احسن منك، لان الزمالك من نص فرصه بيجيب جول. الزمالك لو لعبك الماتش اللي جاي بنفس المنظر ده، انت لو ضيعته قدام الزمالك استقبل يا حبيبي. عارف ليه استقبل؟ لان الزمالك بيعرف يلعبك. مباريات الاهلي والزمالك ملهاش مقياس. الاهلي وحش ممكن يكسب الزمالك وحش ممكن يدي الاهلي. مش تبقوا فاهمين بس. فمباريات الاهلي والزمالك دي ده نقاش تاني خالص. هحضر لها لايف يعني. ممكن نطلع لايف ان شاء الله لو شاء الرحمن يبقى في لايف ان شاء الله. هنتكلم عن افضل تشكيل للفريقين قدام بعض، وان شاء الله النادي الاهلي ازاي يعرف يكسب الزمالك باذن الله، والزمالك يعني يقدر ازاي يحجم الاهلي ويعرف يكسبه بالتشكيله اللي انا ممكن اقولها. بس ده مش موضوعنا النهارده. انا موضوعي النهارده عندك الاهلي كانت بدايته زي ما قلنا قويه جدا، وبعد كده ابتدى المصري يهاجم الاهلي بهجمات مرتده سريعه كانت اخطر على المرمى من النادي الاهلي في الشوط الاول. انت الشوط الاولاني المصري راح بكورتين بجونين لولا الشناوي في واحده منهم وياسر ابراهيم في واحده منهم. محمد شريف يعني بجد حرام عليك، حرام عليك يا شريف. انت مضيع النهارده جون ما يضيعش من طفل صغير. والله العظيم 3 لازم تقعد مع نفسك يا محمد يا شريف. تجيب لك لايف كوتش يقعد معاك كده. ايه يا حبيبي مالك؟ ويقعدك على الشيزلونج، تقعد على الشيزلونج كده وتشوف بقى مالك بقى، وايه اللي جرالك، وايه الدنيا، وايه غير احوالك. قفشه رايح انفراد
ووشه للجون بيباصي ليه؟ عايز افهم. عشان قفشه ما بيعرفش يشوط. يا جماعه والله العظيم قفشه جت معاه باي لك بتاعت القاضيه ممكن دي. اي واحد هتجيله الكره هيروح واخدها على فخدته وهي نازله يعملها بوش رجله. صل على محمد. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. عشان تبقى فاهم قفشه الجون اللي جابه بتاع القاضيه ممكن الناس فاكره ان قفشه شويت. قفشه ما بيشوطش. كان شويت مع بيراميدز. الله يمسيهم بالخير. كانوا معودينه يشوط. جه النادي الاهلي ما بيعرفش يلعب غير ببطن رجليه. حتى الكره اللي بيبصيها بالعرض بيبصيها ورا الشحات. عشان كده الشحات عملها بالمنظر الخرا ده. شحات وحش. قفشه وحش. شادي مش حلو. شريف مش حلو. برونو سافيو كان زفت. كل الناس النهارده في الخط الامامي نيله. نيله. مفيش حد عدل. انت اللي شايلك الشناوي خط الظهر ونص الملعب، مش حد تاني. احنا قدام ما بنخلص. هات المباريات الاخيره هتلاقي السوليه مكسب الماتش اللي فات. والسوليه مشارك في الماتش اللي قبليه. وحد من نص الملعب زي ديانج مشارك في الماتش برضه. يعني انت هتلاقي نص الملعب والباكات هم اللي شغالين. هم اللي شغالين معاك. انت بقى الخط الامامي ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه الخط الامامي؟ حسام حسن خرج بره النادي الاهلي ما شاء الله جاب جونين وكسب سموحه الماتش اللي فات. طبعا احنا اتفقنا الشوط الاولاني خلص. مفيش كره من النادي الاهلي غير بهجمه او اتنين او تلاته يعني شامين ريحه خطوره، لكن ما كانتش هجمات تحس ان هو ده النادي الاهلي اللي بيهاجم اللي بيخلص الشرس. مش هو ده النادي الاهلي. مش هو ده النادي الاهلي خالص. نيجي نعيد تاني الشوط التاني بقى. النادي الاهلي نازل مستحوذ. صل على محمد. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. اللي بيخش يا جماعه اللايف شير ولايك واشترك في القناه وفعل الجرس. معاك محمد الصيفي من ملعب الهداف، اخوك في الله الاهلاوي، اهلاوي جدا. بتكلم عن النادي الاهلي والمصري النهارده. شايفين الفرقه يا جماعه ما بتنهيش هجمات صح. الشوط الثاني الدغموم. ايه الدغموم ده؟ احنا ما بنعرفش نجيب محترفين يا جماعه. الياس الجلاصي بقالي سنتين بقول ان الياس الجلاصي احنا ما عندناش بلاي ميكر في مصر زي الراجل ده، والنادي الاهلي بيدور على بلاي ميكر لقفشه وراح جاب برازيلي وفي الاخر الياس الجلاصي بيعمل فيه اللي هو عايزه. الدغموم جاي من نادي في الجزائر ما نسمعش عنه في طبق اليوم ولا تقريبا واخد بطوله قبل كده وبيلعب في النادي المصري بيلعب النادي الاهلي لوحده. الله اكبر عليك. احسن لاعب في المباراه الدغموم. يعني انت مستحوذ 60% طول المباراه ومضيع 5 6 7 8 تجوان وفي الاخر احسن لاعب في المباراه من المصري. من المصري. انت فاهم اللي بقوله؟ دغموم يعني حط كوره في الدقيقه 49. الله اكبر عليه. الله اكبر عليك يا دغموم. الواد بيلاعب النادي الاهلي لوحده. لوحده. والياس الجلاصي الناحيه الثانيه. الواد حط كوره في الشناوي فكرتني بكوره شيكابالا في الاهلي في بطوله افريقيا وفي الدوري. كوبي بيست. خد معلول يمين وراح واخده شمال وطلع لبره وراح حاططها في البعيده. الواد بيعمل اللي هو عايزه في الكوره. ولا واحد عارف يوقف الدغموم. وشادي حسين نازل بيقع على وشه قدام الياس الجلاصي يخلي الناس تضحك عليه. ينفع كده يا عم شادي؟ تخلي الياس الجلاصي يضحك عليك؟ ايه ما حدش عارف ياخد كوره من الناس الحريفه دي؟ الله يمسيك بالخير يا حسام يا عاشور. الله يمسيك بالخير يا غالي. الله يمسيك بالخير يا شوقي. اجيب مين تاني يقول؟ نجيب بقى ايام بقى هادي خشبه بقى والناس القديمه بقى. هشام حنفي. كانش في حد بيعرف يعمل معاهم الكلام ده يا جدعان. ايه يا جماعه اللي احنا فيه ده يا جماعه؟ ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ النادي الاهلي بيحصل فيه كده من 2 لعيبه بيلعبوا الفرقه كلها. دغموم والياس الجلاصي. اما انت لما تروح كاس العالم للانديه هتعمل ايه؟ هتلاعب برازيليين وهتلاعب ناس افارقه كما قال الكتاب. بتلاقي اقل لاعب فيهم 3 4 مليون يورو. يعني لعيب فت بالمنظر ده احنا هنشيل قبح. شكلنا هيبقى وحش قوي في كاس العالم للانديه اللي جاي. وانا بقول لكم كده وده انا متاكد منه. الا بقى لما نعدل الناس اللي جايه ديت تغير شكل النادي الاهلي بالمنظر اللي انا مش شايفه دوت. احنا يا جماعه النص التلت الامامي ده عايز يتغير يتفور. يقعد كله بقفشه.
الرباعي الامامي ده ما يلعبش منه غير احمد عبد القادر وميسي، ونشوف بقى معاهم مين تاني يصلح ان هو يلعب. ولازم النادي الاهلي ينهي صفقه خلال يناير ديت، يكون فعلا فرود حقيقي، فرود قناص، وما يستخسرش فيه 3 مليون يورو يجيب. مساء الجمال يا محمد باشا. استاذ احمد ازي حضرتك؟ وحشني كتير والله يا استاذ احمد. برحب يا جماعه معانا باستاذ احمد عرفه، راجل زملكاوي بس راجل محترم وبيقول كلمه حق دايما. حبيبي يا استاذ احمد، الله يكرمك يا رب ويكرم اصلك يا رب. سنه جميله عليك يا رب وعلى الاسره الكريمه كلها ان شاء الله، وعلى الزمالك، ويرجع الزمالك زي الاول عشان المنافسه تبقى حلوه وتبقى شرسه. انا مش حابب ان الزمالك يقع بالمنظر ده وان النادي الاهلي ياخد الدوري وهو وحش. انا مش حابب دوت. مش هيبقى عندنا منتخب قوي يا جماعه الا لما الاهلي والزمالك يبقوا كويسين وفايقين. وانا شايف ان النادي الاهلي التلت الامامي مش ما جاش اصلا من اول الدوري، والزمالك واقع معرفش. الزمالك وحش قوي. الشحات وقفشه، يعني الشحات وقفشه اكتر حبيبي، وانت وكل الناس المحترمه. الله يخليك يا استاذ احمد، الله يكرمك يا رب ويكرم اصلك. شير ولايك واشترك في القناه اللي بيخش اللايف. اللي معايا على دلوقتي على اللايف يا جماعه يعملوا شير للفيديو ده عشان يوصل للناس اكتر يعني. اعملوا شير على الفيسبوك، على واتساب، على اي حاجه. ابعتوا اللينك لاي حد كده عشان يخش ويشترك معانا في اللايف دوت. الاهلي ما عندوش حلول خالص في الثلث الامامي زي ما اتفقنا. شريف الشحات ولا قفشه ولا برونو. اول جمله للنادي الاهلي في الدقيقه 67، الدقيقه 67 اول جمله شوفها للنادي الاهلي. يعني اول جمله شوفها للنادي الاهلي في الدقيقه 67. عبد القادر غير شكل الشوط الثاني زي ما قلنا. عبد القادر اول ما نزل الجبهه الشمال دي اشتغلت. علي معلول طلع، بقى في اوفرات، بقى في اوفرلاب، بقى في حاجات كتير. نفسي افهم انت يعني سايب عبد القادر لحد دلوقتي ليه؟ برونو سافيو باين قوي من الشوط الاول ان هو مش في حالته خالص، ولا المكان اللي بيلعب فيه ده حاسس ان هو لايق عليه. برونو سافيو خطورته بيبقى شادو سترايكر مطرح قفشه، ما بيظهرش كتير، لكن لما بيظهر بيبقى وحش، بيعور، يا بيدي ثرو باص عالمي يا اما بيشوط كرة كويسه. لكن بالمنظر ده برونو سافيو بارد واقف على الخط، والله جات لي الكرة هشتغل، ما جاتليش خلاص. ما بيتحركش، ما بيتحركش. انت خليت برونو سافيو بنلعب 9 من غيره، لان احنا كان الشحات طبعا ما بيلعبش، يعني الشحات برضو ضدنا مش معانا. عندنا 2 لعيبه ما كانوش موجودين الشوط الاولاني. الشحات بالكور اللي بيضيعها والاستلامات الغريبه العجيبه الرهيبه بتاعته، زائد برونو سافيو اللي كان خارج نطاق الخدمه. الفرصه الاخطر للنادي الاهلي في الدقيقه 74 من الشحات وقفشه. الفرصه الاخطر للنادي الاهلي. ينفع كده يا جماعه؟ نبدا نلعب من بدايه ما بينزل احمد عبد القادر الشوط الثاني في الدقيقه 60 ولا الدقيقه 65 او 70 او 67. بينزل عبد القادر بيغير شكل المباراه، بينزل مصطفى ميسي بيدي شكل تاني وطعم للمباراه. ابتدى الاهلي يضغط النادي المصري. النادي المصري طبعا مستبسل، محتاج نقطه من النادي الاهلي، هو مش عايز اكتر من كده. بس الاهلي بصراحه بدا يستعيد كويس. ماشي انا معاك، انا معاك، بس احنا التلت الامامي ما بيخلص. احنا افتقدنا اهم شيء. الاهلي يا استاذ احمد السنه اللي فاتت واللي قبلها خسر الدوري، خسر الدوري، بس كنا بنهدف، يعني كنا بنهدف. شريف ما كانش بالمنظر ده، معلش. قفشه ما كانش كده، لا قفشه كان واقع. الشحات كان افضل من كده. عبد القادر السنه اللي فاتت كان احسن من السنه دي. لا في حاجه غلط، في حاجه غلط. الرباعي الامامي ده لازم يغير من طريقته، لازم يغير من طريقته. النادي الاهلي مش هينفع بالمنظر ده يا جماعه في المباراه اللي جايه. انت هتلاعب الزمالك، بعد كده هتسافر للمغرب، هتقابل بقى فرقه تشوف هتلعب بالدور الثاني ولا هتلعب الماتش يعني هيعملوا القرعه تاني ولا ايه، الله اعلم بقى. لسه قصه كاس العالم دي هتمشي ازاي، لان ده المفروض الفرقه اللي هتلعب النادي الاهلي عندها حظر سفر، الله اعلم بقى هيتم سفرها ولا لا، وهتلعب مع النادي الاهلي اول مباراه ولا لا. فلسه مش عارفين. بالمنظر ده علامه استفهام.
النادي الاهلي ممكن ياخد اخر فريق في البطوله بالمنظر ده، لان اللي بيضيع يستقبل يا جماعه، احنا متفقين كلنا. لولا الشناوي النهارده كان زماننا خسرانين 2-0. 2-0. هنقول ضيعنا كورتين واسمه ايه ده، صد كورتين، بس صد كورتين ايه سهلين قوي، كلهم جايين في حضنه. لكن الشناوي انفراد طلع زي الوحش، خدها من جريندو اللي كان بيقاتل. احنا محتاجين واحد زي، شفت جريندو بيعمل ايه النهارده؟ شايف استاذ احمد جريندو بيعمل ايه؟ ايوه احنا ما بنقبلش، الاهلي لو بيكسب ووحش بنقول ده وحش، كسب بس وحش. مش هو ده النادي الاهلي. احنا خدنا الدوري اللي قبل ما انتوا ما تاخدوه على طول كنا بنقول النادي الاهلي مش حلو. بطولة افريقيا كويسة قوي وبنلعب في بطولة افريقيا كويس قوي، في الدوري وحش. عارف ليه؟ لان احنا كنا صلي على محمد. الدوري ده صلي خلاص على احنا محمد. بناخده، احنا بنشرب شاي على القهوة. فانا حسيت من اللعيبة ان خلاص شبعت. عشان كده انا كنت في فيديوهاتي كلها بطالب يا جماعة اللعيب اللي شبع يقعد. قعدوه دكة، طلعوه بره ال 18 يحس بقى شوية، يحس بقى بالفرق. ايه ده انا كان في ايديا حاجة وهتضيع مني. انت معايا؟ لكن بالمنظر ده لا. وفي الزمالك نفس الكلام، انتوا في الزمالك بتدلعوا بالطبطبه، عشان كده انتوا بقيتوا بالمنظر دوت. الفريق كله خد الثقه في نفسه، احنا واخدين دوري سنتين ورا بعض، احنا الكويسين واحنا الجامدين ومحدش قدنا. اهو بالمنظر ده انت اديك شايف النتيجه عامله ازاي. الثقه الزايده بتتقلب لغرور. هو ده الفرق ما بين ده شعره ما بين الغرور والثقه. الثقه الزايده بدات بقت بغرور. لكن احنا التلت الامامي عندنا فيه مشكله كبيره. شادي حسين بيطلع شادي حسين ميسي قطع كوره ودخل بيها وداس وقع، وهي جايه له. شادي حسين مش بيشوط، شادي حسين بيلمها كده، طولت منه، وبدل ما يشوط برجله اليمين ثبت رجله اليمين في الارض وشاط بشماله اللي هي اصلا مش مع الكوره. انا اول مره اشوف فيرو بيعمل كده. هو ده شادي حسين؟ بالظبط. انا معاك. ودي ضريبه اللعيب الايه السوبر. انا كلاعب جامد مثلا لما كنت اجي العب مع اصحابي، لما بييجوا يلعبوا قدام انا يقول لك احنا كسبنا فلان الفلاني، بيلعبوا قدامي جامد جدا وتخبيطه كده. ليه اللعيب بقى جامد وبيلعب في انديه والكلام ده، فلما اجي العبه لا ده انا عايز اكسبه عشان اقول ان انا كسبته فلان اللي بيلعب في نادي كذا. طب انت بتلعب في النادي الاهلي وبتلعب في نادي الزمالك، فاكيد كل الفرق المصريه عايز تلعب عندك في النادي ده وتاخد مكانك وتقول ان انا احق بيه منك. فده طبيعي، ده طبيعي. ودي ضريبه اللعيب السوبر. اما انت بتاخد ليه ملايين؟ انت لعيب في الزمالك اقل لعيب بكام؟ ب 8 و10 و15. ده اقل لعيب ب 25 مليون. والنادي الاهلي نفس الكلام، ده اقل لعيب 15 و20 و25. ده اقل لعيب. لما يبقى اللعيب ب 10 و15 و20 مليون ويجي لعيب ب 2 3 مليون يعمل عليك الحفله دي كلها، يبقى لا مؤاخذه بقى، يبقى لا مؤاخذه. انت ما تستحقش تلبس لا تيشيرت ابيض ولا احمر. ما دام لعيب من فرقه صغيره قدر يقول ان انا احسن منك وان انا استحق اكون في النادي الاهلي او نادي الزمالك عنك، هو ده اللي بيحصل. عشان كده مصري، اتحاد، المحله، الجيش، سموحه، فيوتشر دلوقتي الفريق الصاعد اللي بيلعب كرة شبيهه للنادي الاهلي زمان. معاك يا عمر. احنا اللي خليناهم يعملوا كده واحنا اللي عملناهم واحنا اللي بنقول ان احنا لا يتغيروا. ما هو لازم يا جماعه كل الباتشات بتاعت النادي الاهلي تنتقد الناس. لازم انا وانت وده وغيرنا نقول يا جماعه لا احنا مش عايزين كده. احنا عايزين فريق يلعب كوره سلسه والناس اللي قدام تحس شويه بالمشجعين والناس اللي مسافره من بلد لبلد. يعني انا سايب بيتي واهلي وناسي وقرايبي واصحابي ورايح هتفرج على ماتش في اخر بلاد المسلمين عشان في الاخر عليك بالمنظر ده وبالرعونه دي قدام المرمى. معلش يعني انا واحد من الناس انا ما اقبلهاش على نفسي. انا ما اقبلش ان انا اروح اشجعك من بدايه الماتش لغايه نهايه الماتش وما تفرحنيش في الاخر حتى بهدف. تضيع كميه الاهداف دي كلها ليه؟ يعني ليه؟ نمسك بقى اخطاء التحكيم عشان انا كاتبها كده ايه على جنب لوحدها.
يعني كرة صل قفشه على محمد. صل بدايتها على كده، بس محمد. عشان ايه نتكلم. الكابتن اللي اسمه وليد ده، ولا الحكم وليد عبد الرازق. وليد عبد الرازق نزل النهارده بيقول انا هخسر، يعني انا مش هدي الاهلي حاجه. التحامات قويه من المصري للاهلي مفيهاش مشاكل، العب وكمل. التحامات من النادي الاهلي ضد المصري لا، فاول. ولو اتكلمت انذار، لو اتكلمت انذار ما تتكلمش. ما تتكلمش، ده وليد عبد الرازق، ما تتكلمش. بتتكلم انذار، هو ده وليد عبد الرازق. قفشه مخبوط بالبوكس في وشه متعور واخد غرز، لا ما فيهاش حاجه. ولا فاني يرجعه يقول له تعالى اتفرج على الكوره. بعدها محمد شريف بسبب ان هو الراجل داس على رجليه، فرم كعب رجله كده خالص. الكوره دي اتقطعت راحت انفراد علينا، كان هيجي جون بسببه. يعني بسبب وليد عبد الرازق وبسبب حكم الفار ان ما قالش ان الكوره دي فاول، كان هيجي جون فينا انفراد، وكان الاهلي ممكن يخسر النهارده. ولا حد اتكلم ولا حد قال حتى انت فين. برضو عيب من النادي الاهلي ومن اداريين النادي الاهلي ومن كباتن النادي الاهلي. اوقف اللعب يا كابتن، ازاي يرجع للفار؟ محمد شريف مضروب هنا، قطع الحكم. هو انت يا جماعه، انتوا ليه ساكتين كده وقاعدين مؤدبين قوي؟ انتوا مؤدبين ليه كده؟ هو في النادي الاهلي وانتوا مؤدبين ليه كده يا جماعه؟ يعني مؤدبين في الكوره ورعونه في الكوره ومكسوفين كده قدام المرمى ما بتشوطوش. امال ايه يا جماعه؟ انتوا بتعملوا ايه يعني؟ انتوا بتلعبوا كوره ليه طيب؟ لو انتوا بتأدوا وظيفه ان انا شغال في النادي الاهلي بقبض ما هي كل اول شهر، لا مع السلامه. مع السلامه، مش محتاجينكم. احنا محتاجين ناس ما تقبضش مرتبات، مش موظفين بيقبضوا مرتبات. احنا محتاجين ناس بتخاف على النادي وبتحب النادي وبتحب الفالنه وعايزه دوري وكاس وبطوله افريقيا وكاس عالم انديه. النادي الاهلي بقى مصنف من افضل انديه العالم رغم ان هو مصري، والدوري المصري لا مؤاخذه يعني الدوري السعودي احسن منه. مع احترامي لكل اللي بيديروا الدوري المصري وللاتحاد ورابطه الانديه، ولكن انا بقول لكم انتوا كلكم فشله فشله. صل على عليه الصلاة محمد. صل والسلام. اللهم على صل وسلم محمد. وبارك عليك يا صل سيدي على رسول الله. محمد. لايك وشير وصلي على الزين يا جماعة. ويا ريت شير لكل الناس، واللي بيشوفني أول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس. أخوك في الله محمد الصيفي من ملعب الهداف. لما نيجي نتكلم كورة، أنت رايح تلعب كورة ليه؟ بتلعب كورة عشان بتحب الكورة وعايز بطولة وعايز تبقى بطل، ولا بتحب ان انت انا بلعب في النادي الاهلي واخد ملايين بس فانا عقدي معاهم سنتين، فانا يعني سنتين بقى جبنا بطولة جبنا ما جبناش خلاص؟ لا يا حبيبي، اللي بيلعب في النادي الاهلي او بيلعب في اي نادي كبير بتاع بطولات لازم تحقق بطولة للناس اللي بتشجعك. احنا ما بندعمكش وبنديك الثقة وبنعمل كل ده عشان في الاخر لا مؤاخذة يعني يبقى بالمنظر اللي احنا شفناه ده. حرام عليكم يا جماعة. في تحكيم وحش، في تحكيم سيء، حكم الفار ضدك، حكم الساحه ضدك. طب وبعدين؟ طب ما انت مضيع 4 5 6 جوان، كان هيعمل لك ايه بقى الحكم؟ لو انت جبت الاهداف اللي ضاعت اهداف، ومفيش ضربه جزاء للنادي الاهلي خالص خالص النهارده. مفيش ولا كره قدام المرمى ولا حتى يعني ايه زي ما بيقولوا كده ايه، شممتني بريحه ان انت ممكن تعدي واحده والتانيه حد يخبطك. باستثناء كرة ديانج اللي خدها ريسك، عمل ريسك وعدى، ولو كان جوه 18 ضربة جزاء. طب ما من بدري يا ديانج، ما من بدري جات لك كورة واثنين وثلاثة بنفس الطريقة اللي انت جبت بيها الجون الماتش اللي فات. كنت ريحتنا يا عم. حمدي فتحي جات له كورة عايز يشوط، بيفكر يشوط ولا يلعب بالعرض، راح يلعب بالعرض بعد ما كانت في مساحة انه يعمل واحدة وشوطة. وحمدي فتحي رجليه كويسة. عمرو السولية النهارده بيشوط واحدة في السماء مع انها كانت مظبوطة عن المباراة اللي قبلها. حسام حسن جايب جون مع سموحة في طلائع الجيش، يعني نفس المنطقة اللي استلم فيها عمرو السولية، بس حطها أرضية الجون ما لحقهاش. وكانت الأرض أوحش من كده يا عمرو. يعني الأرض كانت مع حسام حسن كتل من بسبب المطر. ورغم كده الراجل وقف الكرة راح وهي نازلة واحدة. علامة استفهام طبعا إن حسام حسن راح مع سموحة جاب جونين في أول مباراة كسبوا ماتش طلائع الجيش. يعني ده بجد بجد في حاجة غلط. محدش عنده ثقة في نفسه بجنيه، ما هو صح. اللي ما عندوش ثقة بقى نعمل فيه ايه؟ نقعده في بيته بقى. مش هيقف في بيته يتمرن وبتاع والدنيا دي، يقعد بقى على الدكة. حلو قوي كده يا عم عليك، حلو قوي كده. بالصلاة على النبي كده حلو قوي. نشوف بقى غيرك.
مصطفى ميسي جاي منه، يعني انا شايفه الولد جاي منه تحركاته ولمساته والكلام ده. لا، اللعيب ده لازم يلعب، لازم ياخد وقت اكتر من كده، على الاقل شوط. مش عيب ان ابدا بيه على فكره. ولا الدقيقه 32 كان في ضربه حره غير مباشره اللي هي تسلل. فريق مش الفريق كله، انت خط الظهر عندك كويس بخط النص. القصه كلها عندك على فكره عشان تبقى فاهم بس. الخطه كلها عندك، المشكله كلها عندك فين؟ انهاء الهجمات. الطرفين والفرود، الطرفين والفرود في مشكله فيهم. لكن انت بقيت الفرقه مش وحشه. الاهلي كان بيلعب كوره كويسه قوي من خط الدفاع، اول ما بيوصلها لخط الهجوم، خط الهجوم بيضيعها ويرجع يجيبها خط الدفاع ويديها لهم يضيعوها، ويرجع يجيبها خط الدفاع يضيعها يديها لهم، هكذا. يعني أنا اللي شفته النهارده ان كل اللي بعمله ايه، انا مثلا واقف ورا، خد يا عمر الكوره او خد يا احمد الكوره، تروح عند جونهم تضيعها يقول لي بهجمه اقطعها منهم، خد يا احمد الكوره يضيعها اجيبها، وهكذا. ما شفتش كوره تاني، انا ما شفتش حاجه تاني باستثناء جملتين ثلاثه اللي عملها مصطفى ميسي مع احمد وشادي وعبد القادر والكلام ده. ثلاث اربع جمل كان هيجي منهم جون واثنين وثلاثه، لكن للاسف احمد عبد القادر ما كانش بيعمل الكوره دي. احمد عبد القادر كان دايما بيدوس جوه ال 18 وكان بيقول لك البارد اللي ممكن يوقع الفرقه كلها جوه ال 18 ويحط جون بكل برود. احمد عبد القادر السنه دي مستعجل، بقى مستعجل. لازم يقعدوا مع نفسهم كده ويشوفوا اخطائهم ويتفرجوا على المباريات دي. احمد عبد القادر الكره اللي كانت سقطاله ديت من شادي حسين بالدماغ، احمد عبد القادر احسن واحد يروح دايس عليها، يروح عاملها كده، الجون يطلع معاه يروح عاملها في البعيده. احمد عبد القادر اللي شفت له جوان السنه اللي فاتت خرافيه، ما بيجيش غير في الدوري البرازيلي والدوريات الاوروبيه. ينيم ويعمل كده ويعمل كده، وكميه البرود اللي هو بيمرقص جوه ال 18. عبد القادر السنه دي ما بيعملش كده، عبد القادر السنه دي بيلعب بره ال 18، يخترق ويروح عاملها بالعرض. خلاص، هو حفظوه حاجه بيعملها، ده شغل رمضان صبحي. لكن انت شغلك يا احمد عبد القادر واحده والتانيه وبتحط في الجون، تخش جوه ال 18 وتشتغل شغلك. مره لبره ومره انت واحده، مره لبره ومره انا اعدي، تلاقي واحد راح صل مشنكلك. على محمد. عبد القادر ما بيعملش كده، عبد القادر في مشاكل برضو معاه رغم ان هو كان كويس، بس في حته برضو ناقصاه، حته الاستعجال. النادي الاهلي بقى التلت الامامي كله مستعجل، وكل واحد فيهم عايز هو اللي يجيب الجون. دي مصيبه سودة. اعملوا شير يا جماعه للفيديو. اللي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه ويفعل الجرس. معاك محمد الصيف، اخوك في الله محمد الاهلاوي، اهلاوي جدا ولكن محايد من ملعب الهداف. نتكلم على مباراه المصري البورسعيدي مع النادي الاهلي واللي انتهت بنتيجه سلبيه. بصراحه كده يعني، بصراحه انا مش شايف ملامح غير بعد ما الناس اللي بيقولوا ان هو يتعاقدوا معاها دي تلعب، وابتدي اشوف بقى الناس بقى احكم بقى على النادي الاهلي السنه دي هياخد بطوله ولا هيعمل ايه ولا الكلام ده بالمنظر ده. انا اسف، دي كانت بروفا لماتش الزمالك، والبروفا مش هديهم اكتر من 5/10، والخمسه بسبب خط الدفاع وخط الهجوم والشناوي. بسبب خط الدفاع بالشناوي، يعني خط النص والدفاع بالشناوي، ده ال5/10. الباقي طبعا يعني ملوش تقييم عندي، ملوش تقييم. واللي نزل الشوط الثاني انا مش هقيم حد، انا مش هقيم حد. 5/10 النادي الاهلي على بعضه كده. ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان رضاكم وان عجبكم. اللي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه ويفعل الجرس. ما تنسانيش بدعمك، هنستمر ان شاء الله. انتظروني في لقاء ان شاء الله، احتمال كل جمعه اعمل لايف، كل جمعه هعمل لايف ان شاء الله يا جماعه. هنتكلم في كل حاجه عن الكوره للنادي الاهلي ومصلحه النادي الاهلي. لو حابين ان شاء الله اللي بيشوف الفيديو ده، لو حابين قولوا لي في تعليقاتكم نعمل اللايف الساعه كام، كل جمعه الساعه كام، عايزينه بعد الصلاه، عايزينه بعد العصر، عايزينه بعد المغرب. يعني نتفق مع بعض كده ان شاء الله. هنعمل فيديو مباشر كل جمعه نتكلم فيه عن كل حاجه،
هنجيب سكرينات كده بتوع حبايبنا كده الزملكاويه ايطاليان، واللي هم بتوع باتشات ايطاليان، وكمان الباتش بتاع المختلط. وهنجيب السكرينات اللي هم بيقعدوا يهروا فيها ديت، وهنبتدي نتناقش فيها ونتكلم فيها ان شاء الله. ده حاجه انا برتب لها في برنامج ان شاء الله هعمله. الفكره انا واخدها من حد، مش انا كنت عايز اعمل ده من بدري، بس لقيت حد عاملها بصراحه يعني. فالفكره عجبتني وقلت لا خلاص انا هعمل حلقه ممكن نخليها كل جمعه. الحلقه دي عايزينها لايف اوكي، عايزينها فيديو وانزله وتتفرجوا عليه ما عنديش مشكله. هيبقى سكرينات من الباتشات المنافس والناس اللي بتتكلم وبتنتقد النادي الاهلي، وهنتكلم في كل حاجه. كان معكم محمد الصيف، الملعب الهداف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.